هذه الشيلة مهداة إلى الأستاذ عثمان أبكر حمق من عضو رابطة عبس العالمية حمدان عبد الله العبسي بمناسبة تكريمه وتقاعده من العسكرية بعد 30 عام من العطاء والخدمة. عثمان رمز المرجلة حي الطرياه، سيف المواقف كاسب للرهاني، تشهد فعول النادرات وسواياه في كل ميدان وفي كل شاني. سلامي ينصع عالي القدر والجاه، راعى العلوم الطيبة والسماني، عثمان حمق اللي على العز ربه، حر لها العليا مقام ومكاني، يوم التقاعد قافي المدح يزهى، ونسوق له أجزى البيوت المعاني، في العسكرية طاب فعله وممشاه بعد 30 عام خدمة وتفاني. عثمان رمز المرجلة حي طرياه، سيف المواقف كاسب للرهاني، تشهد فعول النادرات وسواياه في كل ميدان وفي كل شاني، في خدمة التراث ما حد تعدى، تراث الفرسان فخرنا في الزمان، سفير جازان هذا عثمان حياه، نسل حمق اللي لها الصعب لاني، به نحتفي ونقتدي في سجاياه، يستاهل التكريم والحفل زاني، راعى الحفل شيخ الختب حي مسعاه، الراجح محمد وسيع البطاني، واهل ختب كل ده اليوم حياه، واخوانه اللي طيبهم ما لثاني، وحمدان العبسي يعذب الشعر اهداه في محفل التكريم واهدى التهاني. سلامي ينصع عالي القدر والجاه، راعى العلوم الطيبة والسماني، عثمان حمق اللي على العز ربه، حر لها العليا مقام ومكاني، يوم التقاعد قافي المدح يزهى، ونسوق له أجزى البيوت المعاني، في العسكرية طاب فعله وممشاه بعد 30 عام خدمة وتفاني. عثمان رمز المرجلة حي طرياه، سيف المواقف كاسب للرهاني، تشهد فعول النادرات وسواياه في كل ميدان وفي كل شاني، في خدمة التراث ما حد تعدى، تراث الفرسان فخرنا في الزمان، سفير جازان هذا عثمان حياه، نسل حمق اللي لها الصعب لاني، به نحتفي ونقتدي في سجاياه، يستاهل التكريم والحفل زاني، راعى الحفل شيخ الختب حي مسعاه، الراجح محمد وسيع البطاني، واهل ختب كل ده اليوم حياه، واخوانه اللي طيبهم ما لثاني، وحمدان العبسي يعذب الشعر اهداه في محفل التكريم واهدى التهاني، في محفل التكريم واهدى التهاني.